السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أخ سنتب، أنت تشير إلى الناس وتقول أتمنى ترد عليه. على ماذا يرد؟ يعني إذا كان شيخك عثمان الخميس الخسيس هو بنفسه لما سئل عن بول الأنعام والطيور والدواب وبراز الأنعام والدواب والطيور قال إنها طاهرة، واستدل بحديث النبي أن صلوا في مرابض الغنم. ويبدو أنه نسي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تصلوا في مبارك الإبل، فليس كل ما يؤكل وهو حلال فبوله طاهر كما قال شيخكم قال هذا. وإذا سئل عن دم نبينا عليه صلوات ربي الذي بكلام نبينا أصبح بول الغنم ومرابض الغنم طاهرة، بماذا؟ لأن رسول الله قال هذا. ثم إذا سئل عن دم رسول الله يقول أنه إذا خرج منه ليس طاهر. كيف يحكم هذا الشيخ إذا كان البول يخرج من الغنم فيبقى طاهر؟ لماذا؟ لأن رسول الله قال هذا فصدقناه. ثم إذا سئلنا عن دم رسول الله نقول أنه إذا خرج منه ليس طاهر. ماذا تظن؟ وصاحبك هذا طارق على ماذا سيرد؟ هل عنده بينة أن دم النبي ليس طاهر؟ هل هو عنده من الأحاديث أن البشر دماؤهم نجسة؟ عندكم أنتم في الأحاديث والآيات أدلة أن دماء الناس والبشر ليست طاهرة، حتى يقول شيخكم عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان يدفن الشهداء بدمائهم، فالدماء تخرج منهم وتبقى طاهرة لأنهم شهداء. والمؤمن أصلا لا ينجس، حي وميت لا ينجس، وهذا في العلم إطلاق. المؤمن كله لا ينجس، لا دمه ولا عظمه ولا لحمه ولا شيء منه لا ينجس. فما بالكم؟ كيف تحكمون؟ وماذا تريد من الناس أن يردوا علي في ماذا؟ والله لو جئت بكل أهل نجد وكل السلفيين واجتمعت أنت والإنس والجن كلكم على أفجر قلب رجل فيكم على أن تأتوا بشيء فلن تأتي بشيء. فاتق الله وارجع إلى ربك، والسلام عليكم ورحمة الله.